السلام عليكم. إيه اللي يخلي نتنياهو يغادر البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مباشرة؟ وهل بالفعل حصل صدام ما بين ترامب ونتنياهو؟ وإيه علاقة أردوغان باللي بيحصل ما بين ترامب ونتنياهو؟ وهل ترامب هيوقف دعم أمريكا بالسلاح لإسرائيل؟ إيه الحكاية وإيه التفاصيل؟ كل ده هنعرفه في فيديو اليوم. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت حضرتك تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل إشعار الجرس ليصلك كل جديد، ويا ريت تقيم الفيديو بلايك او بديسلايك، ويا ريت تترك لنا رايك في التعليقات لان راي حضرتك مهم جدا. ويلا بينا نبدا الفيديو. نتنياهو كان في زيارة مهمة جدا للبيت الأبيض لمقابلة ترامب، وكان نتنياهو فرحان جدا إنه يعتبر أول رئيس يزور أمريكا بعد فرض ترامب الرسوم الجمركية. وطلعت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية وأعلنت إن البيت الأبيض ألغى المؤتمر الصحفي اللي كان مقرر عقده ما بين ترامب ونتنياهو بعد اللقاء اللي حصل ما بينهم. وفجأة كده لقينا البيت الأبيض عمل لقاء ما بين ترامب ونتنياهو. طيب إيه اللي حصل؟ الصحف العبرية غطت اللي حصل ما بين نتنياهو وترامب في المؤتمر الصحفي. لقيت إن في مقال تحليلي مهم جدا نشر على جريدة ذا تايم اوف إسرائيل. المقال ده وضح إن الزيارة بتاعت نتنياهو لأمريكا كانت مخيبة لأمال نتنياهو اللي كان بيطمح إن ترامب يلغي الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل عشان يرجع نتنياهو بنصر من أمريكا يغطي على فضيحة قطر جيت اللي متورط فيها مكتب نتنياهو بأخذ رشاوى من قطر لتجميل صورة قطر في المفاوضات والإساءة لصورة مصر. بس سبحان الله جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. المقالة دي وضحت ان نتنياهو لما سافر للمجر لمقابلة رئيس المجر تم استقبال نتنياهو استقبال رسمي، واعلنت المجر الخروج من المحكمة الدولية الجنائية. وده خلى نتنياهو عنده حالة من النشوة وحالة من الانتصار انه فوق اي حد، وانه قادر يتحرك في دولة من دول الاتحاد الاوروبي بمنتهى الأريحية. بس الفرحة دي ما كملتش لما سافر أمريكا. على الرغم من أن إسرائيل ألغت كل الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية اللي هتخش إسرائيل، إلا أن أمريكا أو ترامب بالأخص فرض على إسرائيل 17% رسوم جمركية. والرقم ده كبير جدا بالنسبة لإسرائيل، لأن تقدر خسائر الصادرات الإسرائيلية بحوالي 2.3 مليار دولار في السنة. ده غير أن في 18 ل 26 ألف إسرائيلي هيفقدوا وظائفهم. بعد زيارة نتنياهو لترامب وعقد تشاورات، البيت الأبيض أعلن أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي، وفجأة تم عقد المؤتمر الصحفي بعد مدة بسيطة. والغريب في الموضوع ان ترامب كان بيتكلم بمنتهى الثقة بدون الاهتمام لنتنياهو وكأنه كده مش موجود. وطلع صحفي وسأل ترامب وقال له هل هيتم إلغاء الرسوم الجمركية على إسرائيل؟ فرد ترامب بمنتهى الوضوح وقال ان التجارة في الفترة الحالية مختلفة تماما عن الماضي، وقال ربما لا، يعني معناه ان مش هلغي الرسوم على اسرائيل. وقال ترامب ان اسرائيل بتاخد مساعدات بمبلغ 4 مليار دولار سنويا من امريكا، والمبلغ ده كبير جدا، وان امريكا مش بتدي المبلغ ده لاي حد. بس اللي صدم نتنياهو لما ترامب اعلن ان في مسؤولين كبار امريكيين على اعلى مستوى هيعقدوا مشاورات مع ايران لبحث البرنامج النووي الايراني، والمشاورات دي هتكون يوم السبت. وطبعا ظهر على وش نتنياهو حالة من الصدمة. يعني نتنياهو ما قدرش يقنع ترامب بشن هجوم على إيران، ولا قدر إن هو يقنع ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية على إسرائيل. طب عمل إيه نتنياهو؟ هل قدر يقنع ترامب بمنع تركيا الدخول لسوريا أو تحجيم دور تركيا في سوريا؟ الإجابة هنا بمنتهى البساطة عزيزي المتابع لا، لأن ترامب طلع أثناء المؤتمر الصحفي وقال إن أردوغان رئيس تركيا ذكي جدا، وأشاد بيه كمان وهناه على سيطرة تركيا على سوريا. وقال نتنياهو إذا كان عندك مشكلة مع أردوغان أو مع تركيا حلها بطريقة عقلانية، لأن ترامب بيحب أردوغان. وهنا انتقد المقالة في ذا تايم اوف إسرائيل نتنياهو إن إزاي أردوغان اللي غير قادر على التحدث باللغة الإنجليزية يقدر ان هو يقنع ترامب. بالمقابل انت ما قدرتش تحصل على اي شيء من ترامب، لا تخفيض رسوم جمركية ولا شن هجوم على ايران ولا حتى اخراج تركيا من سوريا. طيب هنا في سؤال مهم جدا، هل رغم الخلافات اللي ما بين نتنياهو وترامب هل ممكن امريكا تمنع وقف تصدير الاسلحة لاسرائيل؟ اعتقادي هنا انا بقول لا، صعب جدا امريكا تمنع تصدير السلاح لاسرائيل لانها تعتبر حليفتها في الشرق الاوسط، وده من وجهة نظري. علشان كده الزيارة بتاع نتنياهو مخيبة للأمال. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في الأيام الجاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأنا رضاكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تقيموا الفيديو بلايك، لو ما عجبكمش الفيديو يا ريت تقيموا الفيديو بديسلايك، ويا ريت تتركوا آراءكم في التعليقات، ويا ريت تفعلوا إشعار الجرس ليصلكم كل جديد. اللهم احفظ مصر وشعبها وجميع الشعوب الإسلامية والعربية من كل شر وسوء. اللهم انصر فلسطين وسوريا والسودان ولبنان
واليمن. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.